بسم الله الرحمن الرحيم. مع صبري والي وشغل جديد بشكل جديد. ده طبعا برج حمام مبني بقاله فترة وجانا له نعملوا له صيانة. ما شاء الله هنخش كده البرج ده بعد بنايته بفترة، هنخش جواه ونشوفهم هل ايه حاله كده مع الشغل ودنيته ايه كده بعد فترة من الشغل وقت من الزمن. نخش ونشرحه على الطبيعة. خليكم معانا لما ندخل جوه البرج ونطلع فوق. ما شاء الله تبارك الله. قولوا معانا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البرج بيبتدي من تحت هنا. اول حاجة بنتكلموا فيها ده دايما لما بنقوله للناس اللي هو قاعدة البرج من تحت بيبقى فيها سبلة الحمام. سبلة الحمام دي اللي هي فضلات الحمام، تمام، اللي هي دي. ده بتستخدم في التسميد اللي الزراعة في الأراضي بتوفر للناس أصحاب المزارع الكيماوي. تمام. الشغل هو ما شاء الله تبارك الله من تحت، وهنطلع فوق نشوفه كده ايه الحال. خليكم معايا لما نطلع نشوفوا الحال ايه من فوق والشغل عامل ايه. والحمام ده طريقة الخشب بتاعته. طبعا زي ما عودنا الناس وقلنا للناس البرج بيشتغل من فوق وانت نازل لتحت. طبعا الزيادة دايما ده بص بسم الله ما شاء الله. ده زغاليل حمام اهي جوه ما شاء الله، تمام. وحاجات برضه ما شاء الله زغاليل اهي. وهنطلع فوق وبرضه وده بيض، واحدة فاكسة طلعت والواحدة لسه تانية. وده بيض ما شاء الله. وده زغاليل لسه ما شاء الله. وده بيض وده بيض. وهنطلع فوق كده شوية درجة أعلى نشوفوا الحال. ما شاء الله تبارك الله. بصوا البيض، اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. هذا البيض طبعا البرج ده لسه مجموع. ادي زغاليل وهي لسه صغيرة. ميزة بقى يا جماعة البرج والفخار زي ما بنحكي للناس ان الحمام ما بعشش جش وكلام من ده، بيشتغل على الفخارة مباشر اهو. بص اهو غير اهو ما شاء الله بيشتغل اهو. بص بيض اهو زغليله. وده جار اهو ما شاء الله اهو غير اهو. فوق منه شوي، تحت منه شوي، فوق منه اعلى شوي. زغليل جار منها اهي جوه في الداخل اهي. هذا زغليل ما شاء الله. طيب انا شرحت للناس وقلت لهم قبل كده، قلت يا جماعة دورة الحمام بتكون اسبوعية. نتكلم بقى من ارض الواقع. يعني ايه دورة اسبوعية؟ يعني مثال انا عندي النهاردة في البرج في بيضة. ده رقم واحد، ده اول مرحلة لمراحل البرج، تمام. تاني مرحلة من مراحل البرج ايه هي؟ خروج البيض الزغلول من البيضة اللي هي المرحلة دي اهو. شايف لسه تاني مرحلة. يبقى على البيضة ما بتخرج بتاخد كام يوم على ما بتطلع من البيضة. شوية وكبرت اكبر منها شوية اهي، تمام. شوية وكبر اعلى منهم شوية اهو، وشوية كمان اهو. الحمامة ده هي يا جماعة جوز الزغاليل ده اهو. بعد اسبوع هيتاخد. بعد اسبوع ايه هنجمعه. انا لسه البرج دي جمعه امبارح. بعد اسبوع هنجمع ده اهو. الاسبوع اللي بعده على ما يلف ويجي يكون ده هم كبروا بقى مكان التانيين، ودول كبروا بقوا مكان ده هم، والبيض فجس بقى مكان ده اهو، تمام. فبناخد حمام كل اسبوع بنجمع. ليه؟ لان انا خدت الاسبوع دي حمام. لو سبت ده همت اكتر من اسبوع هيطيروا، ولو سبت ده هم برضه اكتر من اسبوع هيطيروا، ماشي. واهو ده اهو برضه اهو ما شاء الله. وده لسه بص اهو ما شاء الله حاجات يعني ايه لحم لسه اهو. والبيض ربنا يبارك. يعني شغل مشروع فالح وناجح. فهنطلع معكم بسم الله ما شاء الله. شوف يعني الزغاليل في الداخل اهو، والبيض اللهم بارك اهو. شوف حاجات تفرح. البرج ده يا جماعة ما شاء الله تبارك الله فيه تقريبا عن 1500 فخار. طبعا كل ما تطلع فوق اهي شوف بيضة فجست، واحدة طلعت والتانية لسه اهي جنب منه، ودول لسه هم برضو لسه طالعين. وهنا اهي مرحلة تانية اهي، واهي ما شاء الله اهو. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى سبحان الله حاجة كده يعني سبحان الله.
حمام وهو لسه حاجة زغلول صغير. ده هو انا ميزة بقى الحمام ده هو يعني ان شاء الله باذن الله تبارك الله اسبوع واحد ده هو هيبقى زي الفل. اسبوع واحد وهيتاخد انجمع، لان الحمام ما شاء الله سريع جدا في التفاعل بتاعه. شوف البرج حاجة يعني عمرانة، حاجة تفرح، مشاريع حلوة اهو ما شاء الله. يعني ده يعني بنوريكم كده حاجات. بص الزغاليل الصغيرة ماشي، ده طبعا بفضل الله من يعني معنى ذلك عشان نفهموا الناس ان انا مش معنى ان انا بنيت لك البرج خلاص مشيت ما نمرش عليك، لا هنمر عليك ونشوف برجك ونديك تحصين وننظف لك برجك، واي حاجة في برجك باذن الله هنظبطها لك وهنعملها لك. ده طبعا بفضل الله يعني الحمد لله. احنا شغلنا ثقة وامانة وتميز ورسالة بنوصلها لكل الناس، ونتمنى الناس كلها تنفذ مشاريع وتعمل مجالات وتاكل منها عيش، وانا كمان طبعا بناكل عيش. لذلك بنتقن الشغل عشان لما الشغل هيكون كويس هيكون حاجة يعني شرف لينا احنا كمان. وبنعمل شغل دايما المكان اللي بننزله بنعمل عنوان لينا فيه. ما شاء الله شوف الزغاليل ما شاء الله، وهذا البيض وهذا زغاليل تانية وهذا ارتفاع البرج ما شاء الله. اهو الخشب اللي بيمشوا عليه اهو ربنا يبارك. زغاليل صغيرة حاجة جميلة كده ما شاء الله تبارك الله. وده طبعا حجم الزغلول وهو لسه يعني ايه متوسط اهو، حاجة ما شاء الله تبارك الله لسه لحم. ده الاسبوع الجاي ينجمع ان شاء الله، واحنا جامعينه امبارح ربنا يبارك فيه. اهو برضه زغاليل تانية ما شاء الله تبارك الله اهو حاجة حلوة خالص. فمع حضراتكم صبري والي، رقم تليفون 01000-739-728 012 74 71 65 99. بنشتغل في كل المحافظات، بنشتغل في كل مكان. بنشتغل برضه احيانا خارج مصر. دعواتكم لنا بالتوفيق من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة. خش على أبراج حمام صبري والي، الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك هتلاقي كل جديد. الصفحة مكتوب أبراج حمام صبري والي، الصورة بتاعتي برجين حمام. على اليوتيوب اكتب صبري والي، جوجل إن شاء الله خش على أي حاجة تلاقي خدمات كتير وشغل عالي ما شاء الله تبارك الله. ربنا يبارك لصاحبه. شفت بقى الحاجة الجميلة دي؟ يقولوا معايا بالله عليكم سبحان الله. أهي الحمام الزغلول وهو لسه طالع من البيت. سبحان الملك، لله في خلقه شؤون. سبحان الله. أهي شفت البتاع وهي لسه يمكن كمالتها جوه اهي ما خرجتش، خرج نصها من البيضة والنص التاني لسه لازق في البيضة. فأنا هنساعدها ناخد الايه اهو. أنا ساعدتها خرجت القشرة منها. سبحان الله كملت كده بفضل الله يعني انتهى. ربنا يبارك فيه وينفع لصاحبه منه ويجعله مشروع خير للجميع وعمار للكل. واحنا بنعمر في البلد ونعمل مجالات وننشطة للناس. ربنا يعين الشباب ويوفق المستثمرين. ده طبعا بعد ما كيفية نظافة البرج برضو معلومة. انا طبعا جوز الزغاليل اللي جوه مثلا في البرج اهو، مثلا الحمام جوه اهو تمام. انا بعد ما كبر الحمام وحصدت الحمام، انا حصدت هذا مثلا جوز زغاليل اهم نقلتهم. بعد ما اخدتهم بنيجي نعمل الفخارة اهو، ننظف مكانها كده اهوت عشان تفضل للاساس بتاعها اللي هي الارضية بتاعتها، وننقل ايه نسيب مكان لغيرها ايه يشتغل فيه. وزي ما قلت من ميزة الفخار ان هو ما بيعملش قش جوه، بيشتغل مباشر على ارضية الفخارة. وميزة البرج انه بينبني بالطين، والطين ده بيعكس درجة حرارة الجو، بيخلي في الصيف تكييف رباني سبحان الله، وفي الشتاء دفء سبحان الله. دعواتكم بالتوفيق من مكان لمكان ومن محافظة لمحافظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.